مرضى الكلى والحصوات في شهر رمضان. هنقسم مرضى الكلى والحصوات لثلاث أجزاء. الجزء الأول هو المرضى اللي عندهم أملاح ورمل على الكلى. طالما مفيش التهابات في الكلى ووظائف الكلى كويسة وتمام، يبقى يجب عليهم الصيام، مع الأخذ في الاعتبار أخذ نسبة جيدة جدا من السوائل في الفترة ما بين الإفطار والسحور، مع الحفاظ على الفوار الخاص بالأملاح اللي موجودة عندهم. الجزء الثاني الناس اللي عندها حصوات وعاملة التهابات في الكلى، أو ارتفاع في وظائف الكلى، أو انسداد في الحالب، أو مغص كلوي متكرر. دول لازم يفطروا وكمان يحافظوا على العلاج بتاعهم والسوائل. الجزء الثالث حصوة كبيرة وساكنة مكانها بدون أي مشاكل، يبقى نقدر نصوم كمان مع الالتزام بالعلاج ونسبة السوائل بين الإفطار والسحور والعلاج بتاعنا. دمتم في أمان الله، وانتظرونا في فيديوهات جاية إن شاء الله. السلام عليكم.